اعزائي اهلا وسهلا بكم. انا عارف ان الوقت متاخر، بس معلش والله اعذروني. انا اللي خلاني والله اتاخر في الفيديو ده حاجتين. الحاجه الاولى ان انا بلف على الميكانيكيه من الصبح، انتوا معايا في مأساتي في العربيه. الحاجه التانيه ودي الاكثر اهميه، كنت بخرج من جسمي جرعه مدحت شلبي اللي انا خدتها امبارح. يا جدعان انتوا بتستحملوه ازاي؟ ده مش ممكن، ده مش طبيعي، ده مستفز للجماهير الاهلي مش للزمالك، اقسم بالله. يعني ده يعني راجل الله يديه الصحه، يعني كرهنا في الكوره. آه، بس غريب والله. الحمد لله جرعه كانت قويه جدا لحد وانا اتفرجت على المراسم، علشان غصب عني فضلت قاعد علشان محمود متولي. الف مليون سلامه وحياه ربنا بقى، مش خلع قلبنا زي الرأي ابراهيم فايق. لا، الموضوع كان مرهق جدا جدا نفسيا. وقعت محمود متولي، وده هيودينا لحاجه في الماتش بره الكوره هنتكلم فيها. بس ايه، بعد ما نتكلم عن الماتش امبارح، انتهت مباراه السوبر المصري بتاع السنه اللي فاتت، اللي ما بين بطل الكاس اللي هو الاهلي، وتاني الدوري اللي هو بيراميدز، عشان الزمالك ما راحش الماتش وما ما قرر ما ينسحب، او لا مش عارف ايه الحوار اللي احنا كنا بنتكلم فيه بقى لنا كام يوم. المشكله دلوقتي عندي اول حاجه في كلام الكابتن مدحت شلبي. احنا الكلام اللي كان بيقولوا على بيراميدز ان احنا بنشكر بيراميدز وبنقول لهم الف مليون شكر على اللي كنتوا لبيتوا الدعوه وانقذتوا السوبر. يا جدعان واحنا ليه هي ليه محسسه ان هي حنه؟ يعني ليه محسسه انا عازم ناس على الغدا، فاللي بيعتذر بجيب ناس يا جدعان مش في دين ام لايحه؟ مش في حضرتك انت بطل الدوري ما رحتش يروح بطل الكاس، بطل الكاس ما راحش يروح تاني الدوري ما راحش يروح رابع الكونفدراليه؟ مش في حاجات كده يعني؟ ولا بمزاجنا؟ ولا ممكن اختار فرقه تلعب السوبر؟ مفيش حاجه اسمها قابل لتلبيه الدعوه، مفيش الكلام ده. ما نقدرش نشكر طلعان السوبر بهذا الشكل من كل الناس، انما مش هنشكر بيراميدز. طب نشكر الاهلي اللي راح لعب اخر بقى بالمره، يعني بين شكرت بيراميدز ما اشكر الاهلي اللي حافظ على شكل السوبر هو كمان وراح، ونشكر الزمالك انه اعتذر، ولا هو تلقيح ولا ايه مش عارف يعني. بس انا ما كان عندي اعتراض على جو نشكر ده. احنا مش هنشكر، احنا يعني تمام. ماتش حلو جدا، نتكلم بقى في الكوره. الماتش كان حلو يا جماعه، بس اللي شايفين الماتش وحش، لا الماتش كان حلو. في ناس بتقول ان الشوط الاول كان حلو والثاني والثالث والرابع كانوا وحشين. تمام، يحترموا. في ناس بيقولوا الشوط الاول كان زي الخرا والثاني والثالث والرابع كانوا حلوين، يحترموا. في ناس بيقولوا الشوط الاول كان حلو والثاني كان وحش والثالث والرابع كانوا حلوين، ودول يحترموا، ودول انا منهم بصراحه. يعني الشوط الاول كان شوط حلو، كان بيراميدز ماسك الكوره بغض النظر مين ماسك الكوره، بس كان كوره حلوه ومليان تاكتكس، والناس بتغير وناس بتفاجئ الناس، وبلاد توري مش هيلعب ومش عارف يلعب مين مكان، واحمد توفيق بيلعب على الثالث بالقندوسي بقى كان، ولا ديانج يعني الثالث اللي هينزل من على اثنين في نص الملعب. كان في حاجات كده ليها علاقه بالكوره يعني. وتغيير كولر، يعني الماتشات مش عارف يقولوا قليله، بس الماتشات العلامات في طريقه اداء كولر للمباراه، طريقه اداؤه للمباراه، اختياراته بعد ما الماتش ابتدى، مش في الاول، مش التشكيل. لان القرارات اللي خدها وقت الماتش تحسن جوده اللعب، كانت قرارات ممتازه جدا احقاقا للحق يعني. فنرجع بقى للعيبه. فالشوط الاول كان حلو. بيراميدز ليه هجماته بيروح، والاهلي بيحاول يرد على الهجمات دي بشكل او باخر، او كان سايب الكره لبيراميدز بمزاجه، او كان بيلعب على المرتده، او كان مستني بيراميدز يفتح مساحات عشان كده كان منزل محمد شريف، او مليون الف حاجه كلها تمام زي الفل. بس الشوط الثاني ابتدى اللعب يهدى شويه عشان اللعيبه الفرقتين جايين مرهقين من بعيد، وبيراميدز اتفاجئ بالماتش قبلها بيوم والحاجات دي، وانه ماتش كاس. واحنا نسينا ليه اصلا ان هو ماتش كاس فيه فايز واحد، فلازم الفايز ده. يعني انا لو الاهلي لعب بالطريقه دي قدام اي فرقه في الدوري او في مجموعات او في نوك اوت او في بتاع، لا انا هقعد الطم شويه واقول لا، او الطريقه محتاجين تتحسن ويبقى ده هجومي اكتر كده. لا يا معلم، ده ماتش كاس، انا لازم العب كويس علشان اكسب. لازم العب عشان اكسب. العب بقى باداء خزعبلي او باداء مش خزعبلي مالهاش علاقه، بس انا لازم العب عشان اكسب. فدي او لازم العب بطريقه تكسبني ايا كانت الطريقه دي. فلازم نحط في دماغنا كده في الشوط الثاني الماتش هادي جدا. احنا مش عايزين بقى، خلاص احنا هنهدى على نفسنا شويه لحد ما كولر قرر يعمل التغييرات اللي هي قلبت الماتش قولا واحدا، بغض النظر عن ضربه الجزاء اللي اتحسبت وضربه الجزاء ما اتحسبتش والحاجات دي. بس هي التغييرات كولر، مش بس تغييرات اللعيبه، كمان تغييرات الاداء، اللي لعب على الكرات الطويله، وانا هلعب في ظهر مدافعين عشان احمد سامي ومحمود وعلي جبر مش قادرين يقفوا. فهلعب على الكرات الطويله دايما 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 عشان اغلطهم وما شاء الله كل مره كانوا بيغلطوا. اذا كانت الكره الطويله من محمد عبد المنعم او من متولي او من لعيب نص ملعب رايح للكهرباء او لبيرسي تاو او لحسين الشحات بعد ما نزل، كلها كرات خطيره جدا عشان اللعيبه فعلا مش قادره فيزيكالي يعني، جسمانيا مش قادره تلف ومش قادره تاخد قرار وتلويش وبتاع. فده برده حاجه لطيفه. توقيتات عمايلها ايه؟ توقيتات عمايلها من بعد التغييرات يعني، ده 70 ولا 75 ابتدى يعمل كده كولر، وكان عايز الماتش يخلص قبل عشان بلا 30 دقيقه بلا ضربات جزاء بلا بتاع. بس ما لحقش، لحق بقى في الوقت بدل ضاع، وانتهى الماتش بمكسب النادي الاهلي 1-0 الحمد لله، وخدنا السوبر.
التشكيل ابتدى بيراميدز باحمد الشناوي اللي هو عمل ماتش كويس بالمناسبه. انا كنت متخيل ان احمد الشناوي هو اللي هيخسرهم، واحمد الشناوي عمل كل حاجه تخليهم يخسروا بصراحه، بس في نفس الوقت صد. يعني ده كانت حاجه غريبه، يعني شال كورتين في منتهى الخطوره. غلط غلطات عاديه بيغلطها اي حد يعني، بس هو شال كورتين في منتهى الخطوره كان اكتر من توقعاتي بصراحه. او احمد الشناوي في ماتشات الاهلي من غير اي، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، من غير اي نظريات مؤامره بيبقى مش كويس. بس هو امبارح كان كويس جدا. الاربعه مدافعين، محمد حمدي ما كانش كويس، وده ليه؟ علشان بيرستاو كان مكتفه جدا، كان اداؤه كانت واجباته الدفاعيه اكتر بكتير، فمحمد حمدي ما بانش خالص مع انه لعيب كويس، احنا متفقين. الاثنين السرد باكات احمد سامي وعلي جبر، هم كانوا تعبانين. لا والله هم مش عايز اقول ادائهم كان وحش، بس هم كانوا تعبانين، كانوا مرهقين جدا. ما ينفعش انت اول كوره في اول دقيقه في الماتش تقع على ظهرك. وعلي جبر بيعمل الحركه دي كتير قوي. علي جبر تو ما بيغير اتجاهه بيقع من زمان، وحياة ربنا مدافع كويس ما عنديش معاه مشكله، بس هو علي جبر اول ما بيقرر ان يلا نغير اتجاهي، اذا كنت بجري على اليمين اجري على الشمال، اذا كنت برجع بظهري الف هقع. فهم كانوا تعبانين جدا، مرهقين فيزيكال، وما كانش عندهم بدايل عشان اسامه جلال مصاب، وما عندوش حد تاني. كان بيلعب بكريم حافظ اصلا اللي هو باك شمال، كان بيلعب ترد باك تاني، فالموضوع كان صعب جدا. محمد الشيبي اللاعب المغربي، باك يمين المغربي اللي بيلعب في بيراميدز، انا اتكلمت عليه في ماتش بيراميدز اللي فات بتاع الكاس الاهلي وبيراميدز، انه فعلا لعيب عاجبني، وانا اقسم بالله دخلت سرشت عليه بس لقيته من 93 عنده 30 سنه، فخلاص هو كبر يعني. بس لا، هو لعيب جميل جدا جدا، وده نوعيه اللعيبه اللي انا بحبها اصلا. بس هو اللي عمل مشكله، لا ده ما يخصنيش المشكله دي نتكلم عليها في الاخر. هو ما عملش مشاكل، هو كان بيخش بيخوف اي حد وبيضرب اي حد وبيعتذر له يبوس على راسه، وانزل اضربك تاني وهو معتذر لك ابوس على راسك. دي حاجه عاديه، دي حاجه عاديه في الكوره يا جدعان، عشان بس ما اللعب الطبطبه ده مش ينفع. راموس وميسي بياكلوا بعض اكل في الماتش ويخرجوا يسهروا مع بعض او حاجات شبه كده. اللعب الاحترافي او اللعب الجديد شكله عامل كده. انا في الملعب طول ما الماتش شغال يا عم، لما الكوره تقف ابوسك من بقك ما عنديش مشكله. الكوره وهي شغاله انا هاكلك وهاكل اللي هيتشدد لك. وده محمد الشيبي، هو فعلا لعيب كويس، لعيب كويس قوي، وكان احسن واحد في فريق بيراميدز هو والخزعبلي. اتنين لعيبه نص ملعب بقى، احمد توفيق ووليد الكارتي. انا بتكلم على وليد الكارتي بقى لي من ساعه ما شفته بيلعب في بيراميدز. وليد الكارتي ده لعيب كامل اقسم بالله، وبان وبانت امكانياته، وبان ان هو فعلا فارق لما بلاد توريه ما كانش بيلعب. يعني انا كنت واحد من الناس المتخيل ان بلاد توريه يريح اي حد، يعني اي حد يلعب قدام بلاد توريه يستريح. بسم الله ما شاء الله، واحد بياكل من الارض، يعني بيحش من النجيله وياكل. فهوديني بلعب من غيره، بلعب احمد توفيق بس، اللي هو كان مكلف الى حد كبير بمراقبه القندوسي، فانا بلعب مع احمد توفيق اللي هو مكلف بمراقبه القندوسي. انا اشيل نص ملعب لوحدي، اللي في علي فتحي، حمدي فتحي اسف، ومروان عطيه. يعني نص ملعب في حمدي فتحي ومروان عطيه، والواد وليد الكارتي ما شاء الله عليه. طبعا الثلاثه اللي قدام كانوا بيساعدوه، بس يعني هو كان فعلا فعلا وليد الكارتي مغربي ولد. ومحمد محمد الشيبي انا بحبه جدا برضه. قدامهم يعني ادي اتنين نص ملعب، قدامهم ثلاثه اللي هم ابراهيم عادل ورمضان صبحي ومصطفى فتحي، وهنتكلم على المهام بتاعتهم سريعا جدا. وقدامهم احنا متفقين فخري ملوش لازمه لقاي. هو فخري ملوش لازمه لقاي فعلا. بيراميدز بيلعب بمهاجم وهمي، بس قرروا ان يبقى الوهمي ده وهمي قوي، وهمي قوي لدرجه انه ما يلعبش، يعني من كتر ما هو وهمي ما يلعبش. فخري لقاي كان الواد الثاني اسمه ايه، شرف الدين ده اسمه ايه اللي هو بيضرب، اسمه ايه، فخر الدين بن يوسف برضه. شايفينه حلو، الناس شايفاه حلو يعني يلبسوه مش مشكله. ثلاثه بتوع نص الملعب او ثلاثه بتوع نص الملعب الهجوميين اللي هو مصطفى فتحي على اليمين وعلي ورمضان صبحي على الشمال، وفي النص ابراهيم عادل. هم صعبانين عليا. مصطفى فتحي تمام، مصطفى فتحي خلاص هو كبر بقى وبعد تمام يعني. كل دي ماريا ستايل، كل فرقه كبيره هروحها هتشقلب شويه عشان يبقى شكل حلو. ده خلاص مصطفى فتحي وده تمام تمامه. انا اللي صعبان عليا بقى الباقي، رمضان صبحي وابراهيم عادل. ابراهيم عادل كان عشوائي يجي منه حاجه ما حصلتش، بقى عشوائي ما يجيش منه حاجه. ابراهيم عادل والله العظيم ثلاثه نصيحه اخويه اقسم بالله، انقذ ما تبقى ليك، عشان انا اسف لسه صغير والله، بس انقذ ما تبقى ليك واقف على رجلك. هذه عشوائيه ملهاش اي منطق. رمضان صبحي معذور انه بيلعب بهذه العشوائيه. رمضان صبحي يا جماعه انتوا مش متخيلين ان لاعب ما فيش واحد في الجمهور في البيت ولا في الاستاد ما بيقولش اول ما رمضان صبحي يمسك الكوره. والله هو عمل حاجه وحشه في حق النادي الاهلي، والنادي الاهلي ردها له وفضلناها سيره. احنا كجماهير شايلين شيل مش طبيعي. ليه يا جدعان؟ والله ما تشيلوش قوي كده. الواد مش عارف يمسك الكوره، ماليش دعوه بجماهير الاستاد، يعملوا اللي انتوا عايزينه. اللي بيروح الاستاد ده يزعق يهيط يهيص يلطم على وشه مش فارقان.
بس اعملوا اللي انتوا عايزينه، انما انا صعبان عليا. ومع كل ده والله يعني بيعمل اللي عليه، هو خلص برضه يعني. انا اسف، بقول رمضان صبحي مولود 97 عنده 25 سنه ولا ما كملش 25 سنه، بقول عليه خلص حاجه وحشه والله. بس يعني ارحموه، ارحموه شويه والله، ارحموه شويه عشان كده كتير قوي عليه. أه باتشيكو خد باله في الاخر، اخر حاجه هقولها على بيراميدز، باتشيكو خد باله في الاخر، خد باله في الاخر جدا ان هو المفروض يعمل حاجه، فابتدى يعمل تغييرات هجوميه، او ابتدى يغير شكل طريقه اللعب، ابتدى يطلع اللعيبه اللي مش قادره تقف على رجلها شويه عشان يبدل بلعيبه تانية اسمها التزامات تانية، بطريقه لعب تانية، علشان خاطر يلحق برضه ينقذ ما يمكن انقاذه ويحقق الحق. نجح بقى او ما نجحش دي مشكلته. واخر حاجه هقولها على باتشيكو، الربط ملوش لازمه، اقسم بالله العظيم طريقه تربيه الزمالك دي ملهاش لازمه. انا اسف ان انا بقول كده وبحط الزمالك في جمله مفيده، كان نفسي ما اقولش الزمالك خالص، بس هو اللي قال ان مرتضى منصور اللي كان عنده حق. ده كلام فارغ فاضي جدا. احنا نخلص كلام على الكوره وبعدين نتكلم في الحاجات اللي حصلت بره الكوره بقى، بما فيها وقعه المتولي، وبما فيها خناقه الشيبي، وبما فيها حركه الشناوي، وبما فيها اداء الحكم. نروح النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب محمد الشناوي. محمد الشناوي بيثبت لي ان انا هغير، انا هوافق على الخرا اللي انت بتعمله مقابل ان انت بتعمل كده في الجول. يعني طريقه الكور الخطيره اللي بينقذها محمد الشناوي تخليني اغفر له الخرا اللي هم ايه، في حاجتين خرا، في حاجات ليها علاقه بالكوره مش هتكلم فيها عشان دي بتروح وتيجي، بدء اللعب وصناعه اللعب والكره الطويله، وهنغير ملعب نحط الكره من الجول للجون، والحاجات دي نتكلم فيها ونتكلم فيها فني براحتنا. انما الحاجات اللي نفسي الشناوي يبطلها في الملعب حاجتين. الحاجه الاولى بيعملها قليل، تضييع الوقت، وان انا انام على الكوره والحاجات دي انا ما بحبهاش وهفضل طول عمري ما بحبهاش ايا كان اللي بيعملها، ودي حاجه مش حلوه. اللي شايفها تكتيكيه وبتاع ماليش دعوه، دي حاجه مش حلوه. ما تضيعش الوقت، خد الكوره العب، ما تنامش على الكوره. طريقه تضييع الوقت السخيفه اللي هو ناخد الكوره ونروح نايم بقى على الارض، دي طريقه سخيفه دمها تقيل، بتحصل بسببها المشكله. في طرق تضييع وقت تاني انا بحبها، ما عنديش مشكله، مش فكره تضييع الوقت، تضييع الوقت كله وحش، بس في طرق اللي هو انا هاخد نفسي، انا الفرقه بتهاجمني قوي، فهي تضييع الوقت التكتيكي ده. انما تضييع الوقت اللي ملوش لازمه ده وحش قوي. الحاجه الثانيه يا كابتن محمد الشناوي، انت كابتن الفرقه بس، هو خلاص. انا شفت الكوره بقى مؤخرا اللي هي زيها زي الكوره بتاعت الشيبي، بس بتاعت مؤمن زكريا نقولها في الاخر. ان انا اروح اتخانق، اتنين لعيبه بيتخانقوا مع بعض فانا اروح تالت، فانا اروح بقى قوي وانا واخويا ابن عمي، والحاجات دي انا ما بحبهاش، ما بحبش كابتن الاهلي يعملها، ما بحبش كابتن اي فرقه يعملها. قولوا اللي تقولوه، مش لو العالم كله بيعملها انا برضو ما بحبهاش. ده حاجتين الشناوي بطلهم او ما يبطلهمش انا متقبله بيهم، علشان هو مطمني. يخرب بيتك يا شناوي، يخرب بيت الكورتين اللي انت طلعتهم. لا لا، هايل هايل، ما اقدرش اتكلم نص كلمه على الشناوي. محمد هاني بالمناسبه ده ماتش من الماتشات الحلوه جدا جدا لمحمد هاني. عمل كام كره هجوميه حلوه، كان مريح بيرستاو جدا جدا جدا، وكان موقف بيرستاو على حيله، وكان بيطلع بيرستاو كتير، ودي حاجه من الحاجات القليله اللي محمد هاني يعملها لازم نقول له عليها، بغض النظر ان طريقته الدفاعيه لسه بكامل لياقتها ولسه واقف على رجله دفاعيا. كان زيادات الهجوميه امبارح كانت حلوه، ودي حاجه عظيمه جدا لازم نقولها بما ان جبست محمد هاني. وعلى قد الماتش، على قد ماتش سوبر كاس لازم اخلصه، لازم اكسب بتاع، عشان كده هو خلص بدري صحي ونزل بقى الواد خالد. اتنين سيرد باكات، محمد عبد المنعم. اللي ما شافش ابراهيم سعيد، شباب الصغيرين اللي ما شافش ابراهيم سعيد زمان، محمد عبد المنعم هو النسخه الجديده بتاعت ابراهيم سعيد. يعني مش عايز اقول الجديده، ابراهيم سعيد كان اعلى من كده بكتير، بس هو ده اول واحد نشوفه شبه ابراهيم سعيد. فاللي ما شافش ابراهيم سعيد زمان وشافنا احنا بنتكلم عليه وعمال بيمجد في محمد عبد المنعم، يا ريتك شفت ابراهيم سعيد. والكلام ده ما كنتش بحب اسمعه، وكانوا بيقولوا على ابراهيم سعيد اللي ما شافش ابراهيم يوسف، واللي ما شافش هاني رمزي. انا عارف الحاجات دي، بس يعني مضطرين نقولها، انا نعمل ايه يعني. محمود المتولي ما فيش كلام عليه. امبارح كان من الماتشات الحلوه جدا 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 اللي عملها، كل الالتحامات بتاعته، كل الكور القصيره بتاعته، كل الكور الطويله بتاعته، ما شاء الله عليه، كان ممتاز. علي معلول مش هنتكلم على معلول كتير، تكتيكي على معلول بيريح وبيطمن يا جماعه والله. على معلول انا قلت الكلام ده قبل كده عشان كده مش هقوله تاني، تكتيكي على معلول بيريح وبيطمن. مروان عطيه قلت برضه انا مش هقعد اشكر في اللعيبه اللي بشكر فيها. مروان عطيه برضه امبارح كان كويس جدا، وكان بيعمل كل الحاجات المطلوبه منه بشكل ممتاز، حتى لما كان بيلعب لوحده في نص الملعب كان عظيم. لما نزل جنبه حمدي فتحي، وده التغيير اللي عمله، ان هو نزل حمدي فتحي تاني علشان الثلاثه في نص الملعب كانوا فاشخين مروان عطيه، وكانوا كندوسي ما بيرجعش كتير وبتاع. وكان اللي كان بيريح القصه دي كلها الواد اسلام، الواد حسين الشحات لما كان بيبقى وينج رايت، فكان بينزل في نص الملعب كتير، فكان بيزود نص الملعب، فكان بيخلي الفرقه شكلها حلو. بعدم وجود حسين الشحات وبوجود الطياره النفاثه كابتن عبد القادر، فكان مضطرين ان حمدي فتحي ينزل، وعمل ماتش عظيم. حمدي فتحي طلع كوره
الحاجات اللي هتشوفها في الريلز، يعني نرجع لعيب نص ملعب التاني جه مره واحده حمدي فتحي طلع كوره امبارح من الحاجات اللي انت بتشوفها في الريلز، اللي هي تقعد تقلب كده على الانستجرام ولا على تيك توك، تلاقي واحد بقى بيطلع كوره مش عارف ايه ومزيكا مزيكا شغاله حواليه. حمدي فتحي امبارح كوره عظيمه العظمه، زي الكوره اللي طالعه بادب ما يطلع. انا بقى لسه عندي مشكله معاه، هي نفس المشكله زي ما انا قلت، مش هقول في الكلام الايجابي اللي انا قلته على الناس قبل كده شكل ايجابي، مش هقول الكلام السلبي اللي قلته على الناس كده بشكل سلبي. عبد القادر نفس الكلام السلبي هو مع احترامي ليه انه بيرجع يدافع. محمد شريف محتاجين يرجع محمد شريف تاني، ده الكور الخطره اللي كان مثلا الكوره اللي ضاعها قندوسي او ولاد الكارت شالها من تحت القندوسي، دي برده كوره عظيمه هتيجي في نفس الفيديو بتاع حمدي فتحي بالمناسبه يعني. انا كنت بفكر محمد شريف، الكوره اللي ضيعها مش عارف مين شوطه انا كنت بفكر محمد شريف، الكوره اللي ما اتعملش عليها فولو بعد الكوره ما كنت بفكر محمد شريف، مع انه كل ده ما طلعش محمد شريف، فانا مش عارف محمد شريف كان بيعمل ايه. بس لو قعدنا نقطع في محمد شريف كتير الناس بتزعل، فخلاص انا قلت الكلام السلبي اللي قلته قبل كده مش هقوله غير لما اتغير، والكلام الايجابي مش هقوله غير لما اتغير، فالايجابي ايجابي والسلبي سلبي. شكرا. نرجع بقى تاني، كولر غير الماتش بالتغييرات اللي عملها، ده حقيقي. اذا كان تغييرات بيستغل فيها عدم جاهزيه ثنائي دفاع بيراميدز، او تغييرات اللي هي بتغير في شكل اللعب في الملعب، اللي هم تغيير حسين الشحات وقفشه بالقندوسي. ده تغيير ممتاز بالمناسبه، تغيير قفشه تغيير ممتاز، وقفشه نزل عمل الدور المطلوب منه، اللي هو دور لا يشبعنا كجمهور خالص. مش هنقول قفشه بقى كان حلو وبتاع، لا دور مطلوب منه اللي هو نازل ماتش في الدقيقه 90 علشان خاطر العب ال 30 دقيقه التانيين ابقى انا اللي بعرف اطلع الكوره قدام، بس ده حلو قوي. بس فالف مليون مبروك على الاهلي. الحاجات اللي مش كوره بقى بسرعه جدا عشان الفيديو قرب يخلص، الحاجات اللي مش كوره، الخناقه، اول حاجه الحاجات اللي مش كوره، الحكم محمود البنا كان ممتاز، محمود البنا كان ممتاز في ادارته لهذه المباراه، مباراه كاس فيها كل هذه التنشنه، كان ممتاز، وقراراته معظمها كان قرارات صحيحه، غير ان القرارات الصحيحه اللي ما خدهاش اللي هي كان المفروض الفار يرجع فيها وهو ما رجعش، فتمام. ضربه الجزاء، الناس اللي بتقولش ضربه جزاء، انا وجهه نظري هي ضربه جزاء، مع كامل احترام الناس بتقول ضربه جزاء على راسي يعني، بس هي ضربه جزاء، ولو ما كانش ضربه جزاء في فار. ضربه الجزاء بتاعت حسين الشحات انا شايفها ضربه جزاء، هو ما حسبهاش، بما ان ما حسبهاش ففي فار برده بنفس المنطق، ان دي انا شايفها ضربه جزاء، ولو ما كانش ضربه جزاء الفار يرجعه مش هو اللي هيرجع، ودي انا شايفها ضربه جزاء ما حسبهاش، ولو كانت ضربه جزاء الفار رجعه مش هو اللي يرجع، فالاثنين محمود يبقى انا مش غلطان فيهم. الكره بتاعت مروان عطيه اللي داس فيها على الرجل، هرس رجل رمضان صبحي زي ما الناس بتقول، دي فار برده، دي مش انذار، هي دي فاول مش انذار، هي طرد. لو الفار رجعه، الفار ما رجعوش يبقى ما فيهاش حاجه، عشان بس نجيب من باب وتلت، والفار دول 2 اماراتيين بيلعبوا في 3 4 مليار، فمش عايزين منكم حاجه، فما تحوروش. فكره حكم اجنبي وحكم مش اجنبي ده موضوع تافه مش هنتكلم فيه، وده كلام باتشيكو اللي ملوش لازمه، ده كلام بتاع مرتضى منصور مش هنتكلم فيه. يعني انا عرفت دلوقتي الزمالك ما كانش له حق ليه؟ كانوا مقعدينك في الشارع، يعني كانوا عاملينك في اوضه مثلا من امين اهلي في 5 ستارز اوتيل، وانت كانوا مقعدينك في اوتيل في وسط البلد، يعني ايه ودوا النادي الاهلي باتوبيس وودوكوا انتوا بعربيات نص نقل محملين مع ايه اللي اي كلام ده في الملعب؟ اصلا انا كنت اتظلمت من الحكم، حتى لو اتظلمت من الحكم مال مرتضى منصور بالموضوع؟ مع انك انا مش شايف ان انت اتظلمت خالص، انا مش شايف ان في حد اتظلم، انا شايف الماتش طلع عادي، حتى الناس بتقول ايه لا في الكرات. الكره الثانيه بقى مثال مشهور جدا، والناس بقى اللي بتحبني اقول امثله والناس اللي ما بتحبنيش تقول امثله، عارف النقطه المشهوره جدا بتاع الارنب اللي كل شويه يروح يقول لامه يقول لها الديب بيجري ورايا، فتقول له يا ابني ما تدور تقول لها يا ماما ضحكت عليكي، وبعدين يجي ثاني يوم يقول لها الديب بيجري ورايا، فتطلع تبص تلاقي يا ماما ضحكت عليكي، فجه المره الثالثه الديب كان بيجري وراه فعلا، فراحت قالت راح قال لامه يا ماما الديب بيجري ورايا، نفضت له فالديب كان. نفس الكوره، انا عندي لعيب واقع بعد احتكاك في ماتش كاس في الدقيقه 130 ولا 122 حاجه كده، ولعيب وقع، فعندي حل من 3. الحل الاول الاصابه دي فعلا خطره جدا جدا جدا، زي بتاعه محمود متولي لما وقع بعد الماتش خلص ومحتاج تدخل من الاسعاف وبتاع، فاللعيب ما بيبقاش عنده قلب، ما بيبقاش عنده اعصاب انه يطلع الكوره بتاعه، فممكن يسيب الكوره من ايده كده ويشوف اللعيب بتاعه اللي وقع، يحطها في الكورنر بالراحه كده ويشوف اللعيب بتاعه اللي وقع، ودي حاجه كلنا بنقف حواليها وكلنا بنسيب وما فيش حد هيروح يجيب جون عشان بس لو الاصابه بهذه الخطوره. الحل الثاني اللي عند الشناوي ان الاصابه خطيره، في اصابه فعلا بس مش قويه قوي وبتاع، فانا هطلع الكوره جامد في الاوت اللي قدامي، اقرب اوت ناحيه الكورنر، يعني الاوت الخطر على الاهلي. الحاجه الثالثه ان كل لعيب بيتعلق وانا عايز اضيع وقت، فطلع الكوره بالطريقه اللي طلعها الشناوي، وده كان الحل الثالث، ده اللي اختاره الشناوي، انه متولي وكان عبد المنعم اللي واقع، عبد المنعم ما كانش في حاجه اصلا، وقرر يعمل كده الشناوي عشان نوع من انواع تضييع الوقت، فلما خد محمد الشيبي وراح عمل اوفر، لو كان دخل كان يبقى جون وجون حلو.
انا شايف ان هو مش غلطان، زي ما انا شايف ان الكره بتاعت مؤمن زكريا بتاعت هاني سعيد بتاعت مصر المقاصه زمان ان هو برده مش غلطان، ان بنفس المنطق لو الكره صعبه او هو احنا لونديين، انا يعني مع اختلاف ان الكورتين مش شبه بعض، بس هل احنا من لواندا، من انت بوروندي وانا بشجع وانا يوغوسلافي، ما انا بنتكلم عربي، وقع يا كابتن هطلعها لو سمحت وبحطها وخلاص. انا بطلع الكره بصوت عالي عشان حسام غالي يقول لمؤمن ما تاخدهاش، الله يدي الصحه يعني، ما تاخدهاش وتسيبها، ولو كانت جت جون هيبقى جون برضه. فانا انت اللي بتقرر في ماتش مكهرب زي ده، انت اللي بتقرر هي كوره خطر ولا لا. طلعها جامد، ما تطلعهاش بشكل بطيء كده، حتى لو احنا متفقين في لعيب بعيد مش متفق وانا عايز اجيب جون وبتاع. محمد شيبي ماليش دعوه بالكلام ده، ما انت بتقع من اول الماتش. ده اللي وصلنا للكوره بتاعت محمود متولي. محمود متولي لما وقع هو وقع من قبل ما هو الشناوي بيحط الكوره، محمود متولي وقع بس الشناوي ما خدش باله غير بعد ما الكوره وصلت لحد الجون الثاني وكهربا سابها، فالحكم صفر، فالشناوي بص لا متولي ما قامش بعد ما الحكم صفر، فناداله. ليه؟ عشان هو كمان متوقع ان متولي ما فيهوش حاجه، ان احنا بنقع وبنضيع وقت وبتاع. ما هي دي الحاجه الخرا يا جدعان، ما تقعوش وقت، عيب. نرجع للخناقه اللي عمله محمد شيبي، انا شايف انه معاه، ولو انا معاه هعمل اكتر من كده كمان واروح اجيب جون، انا مش فارقه معايا حاجه. انا اسف يعني، لو الاصابه خطره انت مش هتطلع بالشكل ده. ده 2 ده 120، انت بتطلع كده ليه؟ ما تطلعها جامد يا عم، طلعها موت يا عم، طلعها واحده في الاول. طب انت خايف على اللعيب بتاعك، لما انت بتطلع لي كده هروح اجيبها. انا ما بغلطش حد، انا بحكي الموقف وبقول وجهه نظري، انا بحكي الموقف وبقول وجهه نظري، انا ما بغلطش حد. انما شيبي انا تمام. نرجع بقى للخناقه، عيب، كل ده عيب. علي معلول انت عارف كده كويس، انت عارف ان هو مش ما فيهوش حاجه ودي مرقعه، بدليل انه قام على فكره، هو ما فيهوش حاجه ودي مرقعه بدليل انه قام. فانت راح تضرب الراجل، ده عيب. لما الكتروا كله حمدي فتحي ومش عارف ايه وراحوا كتروا على الراجل وبتوع بيراميدز راحوا عيب. كون ان الشناوي يروح يكمل خناق عليهم دي اكبر عيب ممكن اشوفه. وكون ان اشوف كهربا اكتر واحد بقول عليه اهوج بتكلم عليه كلام يعني شخصيا ان هو مش متزن، شخصيا مش متزنه. هو كان اعقل واحد، هو كان اعقل واحد في الموقفين. اعقل واحد في ماتش الخناقه وخد محمد شيبي وجري وتشيز حاجه ممتازه. اعقل واحد في ماتش في وقعه محمود متولي وراح جاب الدكتور من اخر الحته. لازم اقول على كهربا كده. وكهربا بالمناسبه، هو كهربا جاب جون بالحنكشه، يعني حنكشه الكهرباء اللي جابت الجون. وحيطره ايوه ما متفق عليها وبتاع ومش عارف ايه، بس هو استنى اول ما الكوره اتلعبت واحمد سامي لسه بيلف هروح بحنكشه هقف قدامك، وكهربا كان هياخدها وربنا ما كان هياخدها، ولو كان خدها ما كان جاب جون. هي حنكشه عشان اغلطك وغلط وجاب جون، فعيب كل ده حصل. انا قلت وجهه نظري في الكوره عشان نخلص، وقلت وجهه نظري في اللعيبه، وقلت وجهه نظري في الحكم، وقلت وجهه نظري في كل اللي حصل. بس هي دي الحته اللي انا كنت محتاج استرس عليها، اللي هي ماتشات الكوره ماتشات صعبه، وفي الماتشات اللي زي دي ماتشات قويه جدا. فرقه زي بيراميدز انت جايبها بقى لها 10 سنين بتحارب عشان تاخد بطولات، تعالي خد شوط هتاخد بطوله. هات كوره في العارضه ويلعب بلانات هتاخد بطوله. مش هاجي يعني هاجي واموت نفسي في الملعب. انا راجل محمد شيبي، انا عايز اموت نفسي في الملعب. هو احنا عايز تطلع الكوره معلم طلعها بمرجله. اللي شايف كلامي غلط على راسي، بس دي وجهه نظري لن اتنازل عنها لحد دلوقتي يعني. بس مليون تحيه جدا، تحيه للجماهير جدا اللي راحت وشجعت، ومش هتكلم على جماهير الزمالك اللي راحت، عيب. احنا انا كنت عارف كده كويس، انا شفت ناس صحابي من زملكاويه، ولما كلمت واحد فيهم قال لي يا باشا انا كنت حاجز التذكره. يا باشا انا ما حدش يشاور عليا يقول لي الزملكاوي، هو انا راح اتفرج على الماتش في الملعب، الزمالك اتعرى، الزمالك ما راحش، مش مشكله ما راحش ليه يعني، الزمالك ما راحش، هنروح اتفرج على الماتش. الجماهير كانت في منتهى الحلاوه، عدا الكوره بتاعت الخناقه، بس كده كده اللعيبه كانت منفلته، فبالمنطق الجماهير كانت تنفلت الاخرى. عدا الكوره بتاعت عدا الصويت على رمضان صبحي، دول الحاجتين الجماهير عملت كان عندي مشكله معاهم يعني. غير كده الجماهير كانت ممتازه، الملعب كان شكله حلو، الناس لطيفه، الممر الشرفي جميل. فرق بيراميدز تاني انا ضد. الناس تقول لي انت بتحب بيراميدز دلوقتي، لا نو، انا ضد المشاوره على بيراميدز ان هي مثال يحتذى به في الاستثمار الرياضي، ده مش حقيقي خالص. انما بيراميدز فرقه عامله شكل في الدوري، ايوه، مكهرباء الاهلي والزمالك، ايوه، عندها لعيبه كويسه وفرقه محترمه، ايوه. انما هي مثال الاستثمار الرياضي، لا انا ضد دي. فده ده تاكيدا لكلامي، مش تسخيفا منه. بس كده، شكرا، اشوفكم تاني.